عزوتي أهل اللزم وشداد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في هذا الجو الممتع مع الناخذ الربان الفيلسوف ناجم السعيدي. الله يمسيكم بالخير جميعا من إن شاء الله الكون المنظور والفطرة. أعرف لكم السقي وأعرف لكم الثبر وأعرف لكم المسلمات وأعرف لكم المؤثرات. نبتدي إن شاء الله من السقي. تعريف السقي هو ارتفاع الماء والانسياب حسب الجغرافيا والتضاريس، حسب الجغرافيا والتضاريس ومراحل السقي والمسلمات والمؤثرات. أما الثبر انخفاض الماء والانحسار حسب الجغرافيا ومراحل السقي والثبر والتضاريس والمسلمات والمؤثرات. هذه تعريف السقي والثبر. دائما الناس يتكلمون ويسألون شلون يصير السقي وشلون يصير الثبر. نرجع الحين نعرف إن شاء الله المسلمات والمؤثرات. المسلمات كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لازم نؤمن فيه ونؤمن بعمله من غير سؤال ولا جواب. والمؤثرات هي اللي تأثر على مراحل السقي والثبر. ناخذ المسلمات وناخذ المؤثرات. من المسلمات والمؤثرات هما يشتركون مع بعض 10. لنقول أول شيء القمر والوقت. القمر والوقت ومنازل القمر وأطواره. الأرض والفصول. الأرض والفصول والليل والنهار والريح والرياح. هذه مسلمات ومؤثرات اخترتهم لكم على أساس أنهم لهم علاقة بمراحل السقي والثبر. وأختم أقول هذا خلق الله فأروني هذا خلق الذين من دونه. يا أخي هذه الكلمات يعني العلمية البحرية والجوية، فأنت صاحب يعني هذه الرزنامة العظيمة التي فيها الكون المنظور. وهذه الرزنامة أنا أعتقد أنها يعني ستكون لها تاريخ عميق في تاريخ البحرين. ونشكرك على هذه الكلمات وبارك الله فيك. نشكر. سلام يا عزوتي أهل اللزم وشداد